بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم اصدقائي في قناه عالم اطفال. النهارده ان شاء الله هوريكم ازاي ممكن نعمل مجسم لمسجد. هيبقى ديكور حلو قوي في رمضان، ممكن يتحط على السفره، ممكن يتحط على مكتبه، يبقى شكله جميل. احنا محتاجين ايه النهارده؟ محتاجين مسدس شمع معانا، محتاجين مسطره وقلم ومقص، ومحتاجين كرتون. طبعا انا بدات في شكل المسجد بتاعي علشان وقت الفيديو. زي ما انتم شايفين انا قصيت المربع بتاع المسجد بتاعنا زي ما علمتكم في فيديو العروسه بيت العروسه. يا ريت اللي ما شافوش يشوفوا، هيبقى سهل عليكم قوي ان انتوا تعملوا المجسم بتاعنا ده النهارده. انا هنا قصيت طول المسجد هيبقى 10 والعرض 15 سنتي، وقصيت الجناب بتاعه المسجد. طبعا انا هنا زوقته، اللي انا هوريكم ازاي زوقته كده. ظهر المسجد برضو هيبقى 15 سنتي في 10، والجناب بتاعنا هيبقى برضو الطول بتاعه 10 هيبقى كده، والعرض بتاعه 12 سنتي. انا طبعا زي ما انتم شايفين انا بدأت ازوق الجناب بتاعتي اللي هزوق بيها شكل المسجد بتاعي. انا هنا دمجت ما بين الالوان المية وقماش الخيامية بتاعنا. زي ما انتم شايفين انا قصيت قماش الخيامية بالشكل ده اهو كده، وبدأت اخد الجزء اللي انا عايزاه كده، قصيته بالمقص ولزقته على الكرتونة بتاعتي كده، ورسمت الوان المية شكل الحيطة بالطوب زي ما انتم شايفين اهو. وعملت الجانب اللي من ورا، جانب المسجد من ورا، والحيطة اللي على جنب، وبرضو هعمل الشكل بتاعي ده بنفس النظام ده. ماشي يا اصدقائي؟ ده طبعا ده كله هيتحط على ده، طبعا ده السقف بتاع المسجد، ده كل ده هلزقه بالشمع بتاعنا. ودي قاعدة المسجد بتاعتنا لازم تكون كبيرة اللي هيتحط عليها المسجد، برضو هيتلزق بمسدس الشمع. نيجي عند الجزء التاني بتاع المسجد، عايزين نعمل المنبر بتاعنا من فوق. انا عملته بالشكل ده. الشكل ده انا عملته ازاي؟ جبت ورق فوم اهو زي ما انتم شايفين، ولزقته من على الجنب، وقعدت الفه كده اهو علشان يديني الشكل ده. طبعا لزقته فبقى بالشكل ده، وجبت قماش الخيامية بتاعي وغلفته بقماش الخيامية، وجبت ورق الفوم الجليتر وقصيته على شكل المنبر بتاعنا من فوق. وطبعا ده كله هيتلزق من فوق، وبعد كده طلع لي الشكل ده زي ما انتم شايفين. عندي القبة بتاعت المسجد، جبت بتاعت زي كان فيها بسكوت، او لو عندكم علبة زبادي برضو هتنفع. انا قصيت الشكل ده هو اللي هعمل منه المنبر بتاعي من فوق المسجد. ده هيتغلف برضو هكذا برضو بقماش الخيامية بتاعي. طبعا انا هجهز كل الحاجات دي وارجع لكم اهو يا اصدقائي. انا ببدأ اول وش بلون باللون اللي انتوا شايفينه دوت، هو اللون بني بس فاتح قوي زي لون الترابي كده، زي لون التراب. طبعا الالوان المية لما بتنشف بتدينا شكل حلو قوي. طبعا انا بدي اول وش للباب المسجد بتاعي، برضو هديله تاني وش. احنا هنبيضه النهارده ان شاء الله. ادي الشكل اللي احنا لوناه، وهنبدا نلزق فيه اللي انا القماش الخياميه اللي انا قصيته هلزقه حوالين الجدار بتاعنا كده وكده. والجزء الزياده اللي انا قصيته ده دوت هاخده واسحبه لورا علشان يبقى ده مدخل المسجد بتاعنا بالشكل ده اهو يا اصدقائي. بدأنا نلزق المجسم بتاعنا زي ما انتم شايفين. انا لزقته اهو من على الجناب اهو، ولزقت المنبر بتاعي من قدام، وعملت اهو المنبر زي ما قلت لكم، واهو من جوه وغلفته بقماش الخياميه اهو، برضو هنلزقه هنا. وبدأت برضو اعمل القبه بتاعتي، قبه المسجد اهو، وبجيب اللزق بتاعي والزق كده من على الطرف، وابدأ الزق عليه القماش بتاعي عشان هيبقى كده
هيبقى ده شكله في الاخر. ودي اصدقائي شكل المجسم بتاعنا بسيط جدا جدا. انا ممكن اعمله دور تاني بس عشان انتوا تبقى بالنسبه لكم سهل. ده اسهل حاجه ممكن تعملوها بالنسبه لكم، وكمان ينفع قوي في نشاط المدرسه. سهل جدا زي ما انتوا شايفين اهو. وطبعا بتلونوا من قدام بالاخضر كانه زرع، ولو عندكم طبعا اضاءه بيبقى جميل جدا ان انتوا تلفوه حواليه، بيبقى حلو قوي. انا عندي هنا اضاءه بحطها من جوه زي ما انتوا شايفين كده اهو. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم ويكون سهل وبسيط عليكم. واللي ما شافش فيديو المدفع يا ريت يشوفه برضو، سهل جدا، يا ريت تعملوه. وكل سنه وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو النهارده يا ريت تعملوا لنا لايك واشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.